ان العلاج بالاعشاب دايما امن جدا، مفيش منه اي مشاكل، مفيش منه اي خطر. وده بقول الفطره، لان عقلي دايما هيقول لي الاعشاب غير الادويه، ما لهاش اعراض جانبيه. فهل النهارده الاعشاب طول الوقت ان انا اقدر اتعالج بالاعشاب او ان انا اخد اعشاب ده امن فعلا و100% تمام، ولا في منه مشاكل؟ دي فكرة غلط. الأعشاب آمنة تماما أو أي شيء طبيعي آمن تماما، فكرة غلط. الطبيعة فيها حاجات حلوة بس ما هي فيها سموم وفيها حاجات مضرة. فيعني الفكرة دي أصلا المفروض تتنسف من أساسها. السؤال هو أنت بتاكل إيه من الطبيعة؟ هو ده الحاجات اللي يعني أقول إيه اللي تفيد. فالأعشاب عمرها ما تبقى آمنة تماما، لا. في العشب ده آمن، إنما العشب ده مش آمن. يعني مثلا العرقسوس. العرقسوس ده مثلا احنا كنا بنحكي عن الضغط من شوية. العرقسوس يعلي الضغط، ده فعلا بيعلي الضغط. فما ينفعش ان انا اقول انا هشرب عرقسوس مثلا كتير وضغط وانا مريض ضغط، وهو العرقسوس عشب او يعني حاجة نباتية وطبيعية تماما.